أبو تريكة بيخرج من صمته ويعلق لأول مرة على قرار الكابتن محمود الخطيب بعدم خوض الانتخابات ورحيله عن رئاسة النادي الأهلي بسبب وعكته الصحية. تصريح مهم جدا من الماجيكو هيكشف فيه رأيه عن اللي بيحصل جوه القلعة الحمراء، وكلامه هيبقى حديث الساعة. اعمل لايك دلوقتي، أيوة كل أهلاوي عظيم يعمل لايك لتصريح أبو تريكة علشان نوصل رسالة أبو تريكة لكل جمهور النادي الأهلي في كل مكان، حيث قال تريكة تصريحه المنتظر، حيث قال أبو تريكة إن اعتذار كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن خوض الانتخابات المقبلة لا علاقة له بالتصريحات الأخيرة لحسام غالي، مشددا على أن بيبو أكبر من الدخول في مثل هذه الأمور. وقال أبو تريكة في تصريحاته: ما افتكرش تصريحات حسام غالي يبقى ليها دخل في قرار اعتذاره، الخطيب أكبر من كده، الناس اللي بتربط ده بده غلط، الخطيب اتعرض قبل كده لظروف اكبر واقوى وصمد فيها. واضاف تريكا: الحاجات دي حصلت قبل كده من اعضاء المجلس ومش هقول اسماء، لكن في 5 أو 6 مواقف اتعرض فيها كابتن الخطيب لضغوطه ومع ذلك كمل وما انسحبش. وتابع رسالته للخطيب قائلا: يا كابتن محمود، ما ينفعش تسيب المركب دلوقتي، حلمك استاد الأهلي، لازم تسلمه بنفسك، أنا بقولك على الهوا لازم تكمل إلا إذا كان في ظرف صحي يمنعك، ودي حاجة خارجة عن الإرادة. وشدد على أن جماهير الأهلي بتنتظر من كابتن الخطيب الاستمرار وعدم التراجع، خاصة أن المرحلة المقبلة تحتاج لاستقرار النادي ومواصلة تنفيذ مشروعاتها الكبرى. وشدد على أن اعتذار الخطيب عن الانتخابات سيفتح الباب أمام أقاويل وتكهنات كثيرة، لافتا إلى أن مكانة وقيمة كابتن بيبو أكبر بكثير من الدخول في مثل هذه الشبهات أو التأويلات. وأكد أن جماهير الأهلي بتنتظر من الخطيب الاستمرار في قيادته للنادي، خاصة بعد النجاحات التي تحققت في فترة رئاسته، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الاستقرار وليس إثارة الجدل.